بعد التوقف الدولي نرجع للايجيبشن ليج، والاهلي بيقابل فاركو في مباراه بطلها النجم بيلينجهام مصر امام عاشور. الاهلي بيقابل فاركو بعد التوقف الدولي، وفي مشكله كبيره جدا مع الاهلي ان كان معاه 18 لعيب في المنتخب. تعالوا نعرف تفاصيل المباراه وازاي الاهلي كسب المباراه، كل ده هنشوفه في الحلقه. بس لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك. يلا بينا. بعد التوقف الدولي الاهلي يرجع ويطل علينا اطلاله ولا اروع، ويفوز على فاركو 2-1 في مباراه بطلها امام عاشور بيلينجهام مصر احسن لاعب، ولما بيجيب جون بيعمل حرقان في حته تانية. امام عاشور لعيب مختلف في نص الملعب عن اي لعيب تاني. طبعا المباراه كمجمل ادائها مش ولا احسن حاجه، لكن اللعيبه كانت الى حد ما بتحاول تبذل اقصى مجهود، ولكن اللي صنع الفارق هو اللعيب اللي عنده اختلاف في نص الملعب. امام عاشور بيحط ضربه جزاء وبيجيب جون بشوطه ولا اروع. خلينا نتكلم في المباراه دي على حاجتين مهمين. موديست اللي جاب ضربه الجزاء، موديست مهما عمل حتى لو كان جاب جون فهو لعيب بطيء، تحركاته بطيء جدا. اتفرج على كل الماتشات اللي لعبها هتلاقي موديست بيستلم من الواقف ما بيتحركش، لعيب بطيء جدا. فمهما عمل موديست لا يقنع جماهير النادي الاهلي. اللاعب الثاني اللي حابب اتكلم عليه عمر كمال عبد الواحد. كوره ساعات بتبقى ظالمه. عمر كمال عبد الواحد ظهر مع الاهلي في سن ال30، ما بالك بقى لو كان عمر كمال عبد الواحد ده ظهر من زمان. احيانا الكوره بتبقى ظالمه بعد الاوقات، وشفنا ابو تريكه ظهر مع الاهلي وهو 26 سنه. يعني تخيل ان ابو تريكه عمل في 5-6 سنين تاريخ كبير جدا، ما بالك بقى لو كان بيلعب من قبل كده. فليه الكرة ظالمة؟ لان عمر كمال عبد الواحد مهما ادى مش هيدي الاهلي 4-5 سنين، يعني سنتين 3-4. فالكرة ظالمة جدا ان هي ما ادتوش في عز شبابه عشان يظهر ويعمل امجاد مع النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين ان في ضغط جامد جدا على النادي الاهلي الفترة دي، لان بيراميدز عمال يكسب ومكسب ورا مكسب ورا مكسب، والاول مرة في الدوري بيراميدز بيعمل 10 فوز متتاليين ورا بعض، وده بيسبب ضغط جامد جدا على النادي الاهلي. والنادي الاهلي خسر الدوري ب 21 تقريبا او 20، خسر الدوري بسبب المشكله دي، بسبب ان الزمالك كان بيكسب وكان بيعمل ضغط جامد جدا على المؤجلات بتاعه النادي الاهلي. طبعا في ناس بتقول ليه بيعمل ضغط؟ اقول لك انا ليه بيعمل ضغط. لان الفريق المنافس ليا لما يكون بيكسب المباريات وانا اكون فارق عليه بمباريات اقل، فطبعا ده بيجبرني ان انا لازم اكسب كل المباريات، مفيش امل للتعادل. لكن لما اكون بلعب انا وهو في نفس الريتم فببقى انا وهو في عدد مباريات معينه او عدد مباريات ثابته، فبنقدر نروح ونيجي. لكن كده الفرق بيفرق جامد، لان هو فرق عني بمباريات كتير، فالمباراه اللي بقع فيها بتخوفني في المباراه اللي بعدها، فده بيعمل ضغط جامد جدا على النادي الاهلي. عشان كده لازم الدوري المصري لازم يكون دوري في نظام وفي سيستم. ما ينفعش فريق يكون لاعب 25 مباراه و23 مباراه وفريق لاعب 15، ده بيعمل ضغط جامد جدا وبيعمل عدم تكافؤ الفرص. في النهايه كمجمل اداء النادي الاهلي مش احسن حاجه. في لعيبه النهارده كان عليها علامه استفهام كبيره جدا. رضا سليم كان فين؟ رضا سليم يعني رضا سليم المفروض في الوقت ده يمسك في الفرصه. رضا سليم النهارده خارج نطاق الخدمه. مروان عطيه عليه شويه كلام كده، يعني النهارده كنت حاسس ان هو زي ما تكون بمزارع فاحت الدنيا، فحت وردم ومجهود وعرق، وتحس ان هو مجهد منهك جامد. طب ما ادي اليو ديانج وريحه هو شويه، لكن كان باين عليه التعب جدا وحتى ما بدلوش. طبعا نقول ويلكم باك لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم انا بطمن له شويه عن رامي ربيعه مندفع وبيعمل فاولات وساعات بيسرح كده وبيعمل حاجات غريبه في الكوره، لكن ياسر ابراهيم الى حد ما عاقل شويه. لكن الاهلي محتاج فرده قويه جدا جدا جنب محمد عبد المنعم عشان البطولات اللي جايه. اهم مكاسب المباراه دي هم حاجتين، اول حاجه امام عاشور، تاني حاجه الثلاث نقط، لان الثلاث نقط مهمين جدا 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 في مسابقه الدوري المصري اللي الاهلي لا يمكن يتنازل عنها. وحابب اتكلم شويه على تصريحات مارسيل كولر. تصريحاته يا جماعه بيعرف ازاي يتعامل مع الاعلام، وبيعرف ازاي يحط الكلام الصح في المكان الصح. النهارده لما الصحفيين بيسالوا في المؤتمر ايه اسباب الاداء والمشاكل واللغط وكل الكلام ده كله، رد عليهم برد واحد بس، قال لهم ان انا عندي 18 لاعب موجودين في المنتخبات، بعكس الفرق التانية اللي عندها 3 و4 لعيبه، وده فارق معايا جامد جدا.
اللعيبه دي لسه جايه لي، اللعيبه دي تعبانه، اللعيبه دي ما خدتش اجازات. الموضوع صعب جدا على النادي الاهلي بعكس كل الفرق، ودي حاجه حقيقيه ولازم كل الناس تاخد بالها من القصه دي، ان معظم لعيبه الاهلي بتلعب في المنتخبات، وده مأثر على الاهلي بشكل كبير جدا، لان بيلعب في اكتر من بطوله في اكتر من وقت، واللعيبه دي بتلعب كميه مباريات كبيره جدا جدا جدا. واللي انا خايف منه شخصيا ان اللعيبه دي تيجي بعد 3 4 5 مطوشه واللعيبه دي تقع منك بدنيا، وساعتها الاهلي مش هيشوف قدامه. لكن في الحكايه دي الدور الاكبر على المدير الفني وعلى مخطط الاحمال، هم اللي لازم يديروا الحكايه دي بشكل كويس جدا. في نهايه الحلقه لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا لينا. سلام.